السلام عليكم مشاهدينا، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في صحة جيدة نتوما ووليداتكم وعائلتكم. اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على واحد الموضوع ديال المرض. الانسان الا تبتلى في صحته بطبيعة الحال يحمد الله ويشكره اول حاجه، والمؤمن مصاب، ولكن مزيان الله سبحانه وتعالى يبتلينا في صحتنا، حيت الا ابتلانا في صحتنا كناخذوا منها درس. اللي عنده العقل دار العقل ديالو، الله سبحانه وتعالى ما تعطينا شي حاجه ولا تنبهنا على شي حاجه اخرى. واخا تكون تقول انتيا مالي والشر هذا وسميتو، لكن لا، تعطينا المرض باش يوقدنا وباش نحلو عينينا بزاف ديال الحوايج. اول حاجه هي الماده. المراه كتكون تخدم وما كتخبيش الفلوس لدوار الزمان كما تنقولوا، باش الا مرضات الله يستر ولا وقعت شي حاجه تلقى الفلوس تحتها. هذه اول حاجه. نوصيك لالا، نوصيك سيدي، كل شويه وخبي شويه. بزاف الناس هضروا على هذه القضيه، وبزاف الناس كنسمعوهم كيهضروا، ولكن قالك سال المجرب لا تصال الطبيب. مزيان الانسان يكون مخبي شويه الفلوس تحتو نيت، ياكل نص ويخبي النص، حيت الزمان غدار وما فيهش الثقه. هذه اول حاجه كيتنبه ليها الانسان، هو الفلوس. تاني حاجه كيتنبه ليها هي نعمه الصحه. الانسان كيكون صحيح كاع مسوق، ولكن نهار كيمرض كيعرف بين الصحة راه شي حاجات ما ليهاش ثمن، ما ليهاش. الناس اللي تيبقاو يتجغدوا يبقاو يتفقسوا على حنا ما درناش، حنا ما فعلناش، حنا ما تركناش، حنا ما وصلناش لديك الحاجه، حنا الا لا اسيدي اللي لقى صحته يحمد الله ويشكره. مادام الانسان واقف على رجيلاته كيشوف بعويناته ما ضرت حتى شي حاجه، ما مشى الصف في السبيطارات، ما داير كرسي تيتمشى عليه، ما تنوضو حد، ما تيقودو حد، يحمد الله ويشكره. اللي عندك قنعي بيه، قليل كتير قنعي بيه. هذه تاني مزيان الانسان يتنبه ليها. تاني حاجه كتنبهي ليها هي الناس اللي دايرين بيك، تتعرفي اللي تيبغيك، تتعرفي اللي ما تيبغيكش، لا من المقربين ولا من البعاد. هذه تاني مزيان الانسان يتنبه ليها. كاين الانسان اللي تيطيح عليك وكتبقاي فيه وكيسول فيك وكيشقى ليك وكيسولك اش خاصك، وكاين اللي ما عندوش غرض كيغبر كاع مبقيش تشوفيه. تاني هادي مزيان الانسان يتنبه ليها. الانسان الا كان صحيح اليوم تيترف على عباد الله، نهار تختار صحته غادي ينفوت حتى شي واحد. واللي عنده صحيحته وعارف الناس اللي ديال القلب، واخا حتى الا طاحوا يهزهم ويشقى عليهم ويقابلهم حتى يصحوا تا هما ويوقفوا على رجليهم. ايوا واللي ما تعرفهم غدارين ما عندهمش الغرض فيك، هذوك راه غادي يعرفهم ويحطهم في النص البلاط قرقيب. ما يغركش بنادم نسى الحلو، ما يغركش الكلام، ما يغركش كلشي داكشي تنافق. نهار تطيحي عاد كتعرفي اللي تيبغيك واللي ما تيبغيكش. ملي تكوني صحيحه راه ما كتعرفيش اللي كيبغيك، حتى تمرضي عاد تعرفي اللي تيبغيك. ايوا مشاهدينا، هادشي اللي كاين. نتمنى الانسان اللي داز ماشي مرضى ولا داز من سميتو تكون ليه عبره، ماشي دوز عابره بحال داز محتاج شي فرخ، لا، يعقل عليها مزيان ويعرف الله سبحانه وتعالى ولا فيها الخير ليه بعدا، وكينبهوا على شحال الحوايج كما قلت لكم. نتهلا في صحيحته ويشقى قياسه وياكل اللي قسم ليه الله، ما يبقاش بنادم يتعصب وما يبقاش يتكردد، وما عمركم تعصبوا على شي واحد ولا تفقسوا على شي واحد. اللي عطاكم عطيوه واللي احترمكم احترموه، باش الانسان ما يمرضش، حيت الانسان اللي ترد في قلبه كيمرض.
كما قلت لكم مشاهدينا، اللي عنده صحته يتهلا فيها، والانسان يعتني براسو مزيان، وإلا كان حس بشي حاجه ماشي هي هذيك يمشي عند الطبيب. باش يقول يستخسر الحاجه في راسو، ويقول بنشريها هادي بنشري هاديك بنشري. حنا عيالات عارفين بعضياتنا تبقاو نشريو في المواعن، نشريو في الخوا الخاوي، والصحه تاع الدهور تاع الانسان. اي حاجه باتلك في الجسم ديالك سيري دوزي، كنتي عيانه ديري التحاليل. اي انسان ما يفرطش في صحيحته، حتى الا خطاتو راه الصحه هي راس المال. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو مشاهدينا، بارطاجيوه مع اصحابكم وحبابكم. شكرا على المتابعه، الى اللقاء.